السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله. النهاردة هنعمل جولة في معرض سويتك لماكينات الخياطة سانسير وتيبيكال، وهنعرف العرض المعمول في الوايت فرايداي على المكن المنزلي اللي هي براذر. وطبعا العرض ده متاح لحد نفاذ الكمية، وهنتعرف طبعا على احدث اسعار المكن الصناعي بعد ارتفاع سعر الدولار، وهسيب لكم في اخر الفيديو ارقام للتواصل مع المعرض. احنا معانا دلوقتي استاذ محمد مسؤول التسويق، هيقول لنا على العرض، عرض الوايت فرايداي، وبعدين نشوف بقيه المعرض ان شاء الله. اتفضل حضرتك. اهلا بحضرتك. احنا النهارده بنتكلم عن مكنه البرازر. مكنه البرازر دي منزلي، بيبقى موجود منها موديلات كتير طبعا. بيبقى بتختلف طبعا كل موديل على حسب شغله، كل موديل بيختلف عن التاني، بيبقى فيه غرز واشكال اكتر من التاني. اول موديل اللي بيبتدي معانا اللي هو اوريدي نزل عليه العرض، اللي هو الموديل ده اللي هو اسمه جي 001 جي اي 001. الموديل ده بيعمل 14 غرزه، 14 شكل ما بين خياطه وما بين اشكال زجزاج مختلفه. تمام. بتعمل كمان بقدر ان انا اعمل عروه على المكنه دي. المكنه دي في السعر العادي بتاعها عامله 3400، في العرض معانا عامله 3150. تمام. ده بالنسبه للبرازر 14 غرزه اللي هو الموديل اللي هو الجي 001. ده الموديل اللي عليه العرض. زي ما قلنا برضو ان هو بيشتغل 14 غرزه. الاختلاف في موديلات البرازر بيكون في اشكال الغرز، مش اكتر ولا اقل. بعد كده في حاجه مثلا موديل بعديه على طول يعتبر هو ولكن ده خارج العرض. الموديل ده 14 غرزه برضو، ولكن اللي بيفرق عنه عن الموديل ده ان هو بيبقى فيه لضمه اوتوماتيك. اللضمه نفسها بتاعت الخيط اللي بلضم بيها الخيط بتبقى اوتوماتيك، بمجرد ان انا بحط الخيط وبعمل اللضمه بتلضمها لي على طول في الابره على طول. غير اي مكنه عاديه ان انا بمسك الخيط وبفضل ادخله انا في الابره. تمام. فالموديل ده يفرق بس عن الموديل ده في حته الابره، اللضمه بتاعت الابره. تمام. بعد كده بيبقى في موديل منه 27 عمليه، 27 شكل، وبعد كده في موديل 37 شكل. ده بالنسبه للبرازر. البرازر الموديل ده عامل 3550. طبعا هو المفروض ما بيبقاش في فرق كبير ما بينه وما بين ده، بس ده لان دي نظرا ان هي في العرض، فهتلاقي فرق السعر من 3150 ل 3550، انما في الطبيعي دي ب 3400. تمام. يعني هي في الطبيعي الفرق الوحيد بينهم اللضمه الاوتوماتيك. اللضمه الاوتوماتيك، انما كشغل وكغرزه وككل حاجه زي بعض. زي بعض. تمام. كده مثلا بقى بنتجه للمكن اللي هو الصناعي، اللي هو بيبقى على حاجه على ترابيزه مثلا زي الكلام ده كده. بيبقى فيه طبعا موديلات وانواع بتختلف على حسب. المكن الصناعي مثلا بيبتدي من اول حاجه بتبقى مكنه اسمها اس 1 سانسير. اس 1 دي بتبقى مكنه اللي بيتقال عليها عموما نص كمبيوتر. نص كمبيوتر يعني ايه؟ يعني موتور داخلي، موتور في الراس بتاعه المكنه. بقدر ان انا اتحكم في سرعه المكنه، اقللها او ازودها حسب ما انا احترافيتي في الشغل ايه. فيها كمان كشاف على الابره، فيها تحكم في وضعيه الابره، بمعنى اللي هو انا بعد ما بخلص شغل تحكم في وضعيه الابره ببقى عايز الابره تقف لي فوق او تحت في الحته، عشان لو هلف الحته مثلا او حاجه. دي بدايه من النص كمبيوتر. هي دي اس 2. حضرتك بتتكلم على الاس 1، ولكن هي الاس 1 حاليا مش موجوده في العرض، ولكن هي بيبقى الفرق هي المكنه، اختلاف الموديل بس ان هي بتبقى اس 1 مش اس 2. ايوه. الفرق بقى بينهم في تمام. النص كمبيوتر الاس 1 زي ما اتكلمنا التحكم في السرعات وتحكم في وضعيه الابره وكشاف. بعد كده عندي موديل احدث شويه اس 2. الاس 2 هو الاس 1 زياده عليه، بيبقى فيها اوبشن قص فتله اوتوماتيك، اللي هو انا بعد ما بخلص شغل المكنه بتقص لي الفتله اوتوماتيك، ما بحتاجش ان انا اشطبها او اقصها بمقص. تمام. فالاس 2 زي ما اتفقنا الفرق بينها وبين الاس 1 فرق قص الفتله فقط لا غير. تمام. الاس 1 النهارده اللي هو 23 11 او 24 11 سعرها عامل 8850 اللي هي بدون قص فتله. انما الاس 2 دي اللي هي بقص الفتله دي عامله 9950. بعد كده ممكن بقى نتجه لحاجه يعني احدث شويه واعلى شويه، اللي هي الاس 5 اف اي. الاس 5 اف اي دي اللي هي بيتقال عليها كمبيوتر كامل، مكنه خياطه كمبيوتر كامل. بمعنى ايه كمبيوتر كامل؟ فيها نفس الاوبشنز بتوع الاس 1 والاس 2، اللي هو امكانيه النص كمبيوتر وامكانيه القص الفتله. زياده عليها بقدر كمان رفع الدواس بتاع المكنه بيبقى اوتوماتيك، المكنه بترفعه لي اوتوماتيك. زياده عليها كمان ان الفرماتوره او التثبيته اللي بتبقى على الغرزه بتبقى اوتوماتيك في البدايه وفي النهايه. تمام. الكمبيوتر الكامل زي ما اتفقنا فيها امكانيات النص كمبيوتر والاس 2 وفيها قص الفتله. تمام. في حاجه كمان متطوره شويه معايا هنا في الموديل ده، ان الموديل ده اتحدث بقى من غير
دراع فرماتوره وساعد غرزه، بقى التحكم كله معايا من الشاشه. ايوه بوسع فعلا. الموديل وبضيق. القديم الموديل القديم كان بيبقى فيه ساعه الغرزه هنا ودراع الفرماتوره تحت. الموديل ده التحكم فيه في الغرزه بيبقى بملي الملي، يعني لو انا عايز اعمل غرزه مثلا 3 مللي و2 شرطه مثلا هقدر ان انا احددها من على المكنه وهتعملها لي بالظبط. تمام. الفورماتوره في المكنه دي ممكن تبقى اوتوماتيك، اللي هو مجرد ما حضرتك تدوسي على الدواسه المكنه تعملها لك اوتوماتيك، وممكن تبقى بالزرار عن طريق المكنه من هنا. انما اليدوي عموما هي اتلغت. كان في زرار واحد بس في الموديل اللي قبل ده. في الموديل اللي قبليه كان في زرار واحد. طبعا انا عندي هنا 3 زراير بيبقى كل زرار ليه اختلاف، يعني في زرار بيبقى موجود برده في النص كمبيوتر. الزرار ده بيخلي المكنه تخيط لي غرزه اللي هو انا مثلا انا خلصت خياطه وفي غرزه انا لسه ما خدتهاش، فلو جريت بالمكنه ممكن تفتل معايا زياده. فانا باخد غرزه واحده بس، بدوس على الزرار المكنه بتخيط غرزه واحده فقط. تمام. ده موجود هنا وموجود في الاس 2 وموجود في الاس 1. اللي هو الزرار بتاع الغرزه الزرار بتاع الغرزه الواحده اللي هو بيخلي المكنه تخيط غرزه واحده بس. تمام. ده موجود في المكن كله. ده موجود من بدايه من النص كمبيوتر لحد الكمبيوتر الكامل. الاس 5 اف اي دي احدث موديل، دي سعرها النهارده 13000. تمام. دي بالنسبه للسنجر. طبعا السنجر احنا برضو معانا ماركه تيبيكال. عندي برضو مكنه نص كمبيوتر ولكن ماركه تيبيكال. احنا بيبقى عندنا تنوع في الماركات، احنا عموما وكيل سانسير وتيبيكال وفي كذا ماركه برضو معانا. فعندي من التيبيكال متاح برضو منها النص كمبيوتر. النص كمبيوتر هي برضو يعتبر ثابته في اي ماركه ايا كانت ايه. نص كمبيوتر امكانيات واحده، امكانيات معروفه، تحكم في السرعه، تحكم في وضعيه الابره، كشاف على الغرزه. موجوده عندي برضو ماركه تيبيكال عامله 8700 جنيه النهارده، اللي هي نص كمبيوتر. اللي هي النص كمبيوتر. ولكن ماركه في بعد كده بقى بيبقى اعلى شويه زي الحاجه اللي فوق دي. دي ماركه تيبيكال برضو ولكن دي كمبيوتر كامل، دي احدث موديل. دي بتختلف شويه لان فيها شويه اوبشنز زياده، وغير كده متطوره شويه في حته ان الشاشه بتاعتها تاتش. الشاشه بتاعتها تاتش مش زراير. لا مش زي الكمبيوتر الكامل في السانسير. الشاشه بتاعتها بتبقى شاشه تاتش، وغير كده اللي مميز المكنه كمان ان المكنه بتبقى 2 موتور مش موتور واحد. بمعنى ان الموتور واحد الاولاني اللي هو الاساسي بتاع المكنه عادي، وزياده عليهم موتور تاني لحركه السنان. بمعنى ان انا يعني الموتور ده بيخلي السنان تتحرك لوحدها، فيديني حريه اكتر في الفرماتوره، ويخلي المكنه في الفرماتوره تبقى ناعمه وشغاله معايا تمام، وتديني الفرماتوره المظبوطه اللي انا عايزها، ما احسش ان المكنه بتعمل فرماتوره اصلا. تمام. طبعا مع الامكانيات برضو بتاعت الكمبيوتر الكامل، قص الفتله ورفع الدواس والفرماتوره الاوتوماتيك. تمام. دي النهارده عامله 14450. دي احدث حاجه في الكمبيوتر الكامل نزلت عموما في المجال عموما. تمام. بالنسبه لماركه تيبيكال، التيبيكال برضو بتتميز معايا شويه ان هي في حته الشغل الخشن او الشغل اللي هو زي الجينز مثلا. المكنه بتبقى الله اكبر عليها فيها، يعني بيبقى شغلها تقيل جدا، وغير كده تقدر تستحمل كثافات برضو. تستحمل معايا لو فتله اكبر شويه. وغير كده برضو ان التيبيكال معروفه ان هي متميزه في الشغل التقيل وفي الشغل الخشن وفي شغل التنجيد والكلام ده في مجالها برضو. بعد كده التيبيكال بقى في مجال الجلود بقى، مجال الجلود والتنجيد. بيبتدي مثلا معايا حاجه زي دي كده. المكنه دي اللي هي بيتقال عليها مكنه خياطه ولكن كورشيه كبير. يعني اللي يشوفها ممكن يقول عليها ان هي مكنه خياطه عاديه، هي مكنه خياطه عاديه ولكن هي كورشيه كبير للجلود والتخانات والكثافات العاليه. تمام. عندي هنا العيار بتاعها بيتميز ان هي بتفتح لحد 12 مللي. لحد 12 مللي، بمعنى ان هي اكبر غرزه فيها بتبقى سنتي و2 مللي. تمام. الابره بتاعتها تقدر تاخد معاكي حضرتك شغل عالي وكثافات وكده، يعني تشتغل معاكي لحد 9 فتله. المنجدين والكلام ده بيشتغلوش بالخيط بتاعنا العادي اللي احنا بنشتغل بيه، بيشتغلوا بخيط اتقل شويه. بيبقى 6 فتله 9 فتله. التيبيكال النهارده بتشتغل معايا لحد 9 فتله. اي مكنه ثانيه بدون ذكر اسامي ما بتكملش ال6 فتله. تمام. ده بالنسبه للتيبيكال اللي هي كده. حاجه اعلى منها شويه اسمها مكنه خياطه ولكن سحب مزدوج، سحب ثنائي. يعني ايه سحب ثنائي؟ الفكره معايا ان انا هنا لو انا شغال خامه تقيله، اللي بيخلي المكنه تسحب الخامه لورا السنان اللي بتبقى تحت، اللي هي بتبقى تحت الدواسه. اللي بيخلي الخامه ترجع لورا. طب انا النهارده انا معايا خامه تقيله مثلا، خيط جلد على سفنج على قماش، فانا لا انا عايز حاجه تسحب معايا القوه دي كلها. فبتبتدي المكنه دي اسمها سحب ثنائي، بمعنى ان حاجتين بيسحبوا في المكنه. السنان اللي تحت هتسحب والدواسه اللي فوق كمان معايا هتسحب. ده بالنسبه للسحب المزدوج. السحب المزدوج دي بتبقى برده موتور داخلي. تمام. الغرزه بتاعتها بتفتح معايا برده لحد 12 مللي، تعمل لي غرزه سنتي و2 مللي.
تمام. دي المكنه الكورشيه الكبير، دي الموتور بتاعها عادي بيبقى جاي معاها موتور سيرفو، بيبقى غير العادي، بيبقى اقوى منه في الشغل كمان، بيبقى 3/4 حصان مش نص حصان. دي الموتور السيرفو بتاعها عامل 11600. الموتور الداخلي بتاعها عامل 13450. دي بالنسبه اللي هي المكنه الكورشيه الكبير، بتفتح معايا لحد غرزه 12. تمام. اما السحب المزدوج اللي هي النص كمبيوتر موتور داخلي زي دي كده بالظبط، دي عامله 15700. انما الموتور العادي منها اللي هو موتور سيرفو من غير النص كمبيوتر، موتور خارجي، بيبقى عامل 15200. تمام. ده بالنسبه للسحب وللكورشيه الكبير. دي مكنه اسمها مكنه اوفر. بالنسبه للناس برضو اللي بتسال على الاوفر، دي مكنه اوفر 4 فتله. الموتور بتاعها طبعا موتور داخلي يعني نص كمبيوتر، نفس الامكانيات بتاعت النص كمبيوتر ثابته عندي في اي حاجه، اذا كانت اوفر او سنجر او اورليه، اللي هي تحكم في السرعه، تحكم في وضعيه الابره، وكشاف على الغرزه. تمام. دي عامله 11200 الموديل ده. ده موديل اسمه اي 1 4 فتله. بعد كده في موديل اعلى منه شويه، يعتبر برضو نفس الشغل نفس الامكانيات، ولكن موديل احدث شويه، في تطور شويه في حته الكنترول بوكس ذات نفسها دي. بقى فيها امان وحمايه شويه، وغير كده الموديل ده بيبقى سحبه اعلى شويه، سحب المكنه ذات نفسها بيبقى اعلى شويه. الموديل ده اسمه R1C. الار 1 يعني ممكن القماش يعني حضرتك يبقى اتخن شويه مثلا من مثلا يعني مثلا النهارده لو معايا خامه خشنه شويه، ممكن الار 1 تديني شغل اقوى شويه من الاي 1. ولكن برضو الاي 1 متميزه معايا في كل الخامات وكل الشغل اللي انا عايزه هتشتغل معايا فيه مفيش مشكله. ولكن هي بترجع للي عايز المكنه وعايزها 4 فتله ولا 5 فتله حسب النوع او الخامه او هيعمل بيها ايه اللي اشتغل عليها. تمام. بس فالموديل اللي هو الار 1 سي ده عامل 12250. اما الاي 1 زي ما قلنا 11200. تمام. بعد كده بقى في المكنه الاورليه. للناس برضو اللي كانت بتسال على الاورليه، الماكينه الاورليه دي بتبقى نص كمبيوتر. طبعا اتفقنا ان النص كمبيوتر ثابت في كل اي نوع مكنه، اذا كانت سنجر او اوفر او اورليه، نفس الامكانيات واحده. المكنه الاورليه دي بيستخدموها اكتر شغل ليها بيبقى في تاني ديل التيشيرت او تركيب شريط او مرحله اسمها مرحله فعص. تمام. المكنه دي بتتميز معايا ان زمان المكنه الاورليه كان عشان اشغله شريط بفك جزء من هنا وبركب سنان وبركب بلكه وبركب دواسه والكلام ده كله. لا، هنا المكنه الصنصير بتاعتنا نازله اسمها 3 في 1، بمعنى ان هي بتشتغل معايا كده حاجه اسمها بلاطه زي ما هي كده، تشتغل معايا تاني ديل التيشيرت عادي مفيش اي مشكله. فلو انا عايز اركب شريط بيبقى جاي معاها طقم الشريط مجهز على طول، بفك الباب وبركب المسطره بتاعت الشريط وبشتغل على طول شريط من غير اي حاجه ان انا احتاج ان انا اطور في المكنه او اغير حاجه في المكنه او الكلام ده كله. هي المكنه جايه بعدتها، جايه بشغلها، جايه بكل حاجتها، مش تحتاج ليها اي حاجه من بره. ثالث مرحله اللي اتكلمنا فيها اللي هي اسمها الفعص. الفعص دي بمعنى اللي هي في ناس بتستخدمها عشان يموتوا بيها غرزه الاوفر. في شغل كده بيبقى غرزه الاوفر زي ما تقولي بتبقى بارزه او حيه كده. أيوة. فبيستخدموها حاجه اسمها رش او فعص يموت بيها الغرزه دي. ده بالنسبه للثلاث استخدامات بتوع المكنه دي الاورليه. المكنه الاورليه النهارده موديل في 1 ماركه سانسير عامله 15950. تمام. متاح منها برضو ماركه زوجي. دي مكنه اورليه زوجي برضو نص كمبيوتر، بتشتغل معايا برضو 3 في 1 الشغل اللي انا عايزه، برضو نفس الكلام اللي اتكلمناه في السانسير، ولكن دي ماركه زوجي. الموديل ده كسر زيرو. كسر زيرو بمعنى ان هي اشتغلت عند حد فتره قليله ولكن هو بعد كده باعها. الموديل ده عامل 12000، الكسر زيرو منه. تمام. هو في جديد ولا هو الكسر زيرو بس موجود حاليا؟ الجديد منه حاليا مش متوفر. ولكن دي كسر زيرو انا قلت اخليك يبقى في تنوع مثلا ما بين الماركات. يعني حضرتك قلت كام عامله؟ دي عامله 12000. تمام. بعد كده ان شاء الله مكابس طباعه او كبسول. ده كبسول؟ ده كبسول، ده مكبس كبسول. بنتكلم في ده مكبس طباعه. طبعا مكابس الطباعه بتبقى مقاسات، بيبقى في منها من اول مقاس 40 في 40 و40 في 60 و40 في 80. المقاس اللي احنا واقفين عليه ده مقاس 40 في 60. الماركه بتاعته ماركه شانج تيان، ضماننا وتوكيلنا برضو بضمان سانسير وتوكيلنا وعليه ضمان سنتين، زي اي حاجه من عندنا بيبقى عليها ضمان سنتين. ده كل فكرته من على الشاشه من هنا. بحط الحته بتاعتي وفوقيها الرسمه اللي هي بتبقى على ورقه ترانسفير اللي انا عايز اطبعها عليها. بحدد الحراره بتاعتي اللي انا عايزها وبحدد الوقت.
يعني انا هنا مثلا بحدد الحراره اللي انا عايزها قد ايه، اللي هي مناسبه للطباعه ومناسبه للخامه، وبحدد الوقت. طبعا مع الرسمه او الورقه اللي حضرتك بتبقى جايباها بيبقى الحد اللي انت اشتريته منه او بيبقى مكتوب عليها كام ثانيه وكام درجه حراره هي بتشتغل عليها. تمام. فانا مثلا وليكن حددت درجه حراره 100 وحددت 7 ثواني. هقفل المكبس هيعد معايا ال7 ثواني اللي انا حددتهم مثلا كمثال. لحد ما يقل له هيروح مديني تنبيه هنا ان هو خلاص خلص. هروح فاتح وشايل الحته وحاطط زيرو وهكذا. تمام. ده مقاس 40 في 60. المكبس ده مقاس 40 في 60 عامل 8250. في منه المقاس اللي قبليه اللي هو مقاس 40 في 40 عامل 6550. تمام. ده بالنسبه للمكابس. طبعا برضو مكابس الكبسول متوفره. مكابس الكبسول بتتميز عندنا شويه ان هي فيها تنوع. بمعنى ان انا عندي موديل زي ده كده، طبعا ده كسر زيرو مش جديد. كسر زيرو ده الموتور بتاعه بيبقى موتور داخلي. بقدر ان انا اتحكم في قوه الضغط بتاعه المكبس، اقلل او ازود قوه ضغط المكبس حسب الشغل اللي انا عايزه. كمان بيبقى فيه سيفتي. الميزه دي برده كويسه جدا. في سيفتي هنا ان انا لو حاطط صباعي تحت المكبس وغصب عني دوست على الدواسه المكبس ما ينزلش، يعني ده زي حاجز. لازم دي تلمس للاخر عشان المكبس يكبس معايا. انما غير كده المكبس مش هيكبس. طب كويس جدا. وطبعا زي ما قلنا بقدر ان انا اتحكم في قوه الضغط بتاعته، وكمان في ليزر هنا لتحديد الضربه هي نازله فين بالظبط. تمام. هي دي اللي هي الزراير؟ زراير ايه؟ يعني تكبس لا إيه؟ لا، ده الكبسول بتاع الجينز، بنطلون جينز، جاكيت جينز. ايوه. ده كبسول الجينز. تمام. غير مكنه الزراير بتاعت التيشيرت والقميص دي حاجه ثانيه. تمام. دي مكنه لوحدها. غير الزراير بتبقى خياطه مش كبس. لا ايوه، انا قصدي اللي هي بتبقى في الجينز. ايوه، او الحاجات اللي هي الكباسين بتاعت الجينز. هو ده المكبس بتاعها. هو عامل زي المعدن كده. ايوه، الله ينور عليك. ده كسر زيرو، ده عامل 7000. تمام. في منه طبعا موديل الاحدث منه اللي هو الشكل الجديد بتاعه. بتبقى الشاشه بتاعته تاتش. امكانياته بتبقى هي برضه تحكم في الضغط بتاع المكبس، اقدر اقلله او ازوده. وغير كده الليزر بتاع تحديد الضربه، وكشاف كامل على الحته بتاعت اللومه اللي بتكبس فيها. تمام. ماركه شانج تيان برضه ضماننا وتوكيلنا وصيانتنا وكل حاجه تبعنا، وقطع غيره الحمد لله متوفره. تمام. هي الدوائر دي بس بتاعت ايه؟ الدوائر دي بتبقى زيادات، اللي هو مثلا لو حد شغال عايز يحط كباسين زياده هنا عشان يشتغل بيها. بيسهل كده. بتسهل هنا. بيبقى معاه 2 هنا و2 هنا. فاي ترابيزه مكبس بتبقى موجوده يعني. تمام. عشان يحط منه زياده للتلقيم يعني. طبعا بعد كده عندي برضو حاجه مميزه شويه، اللي هي المكاوي. المكاوي عندنا بتبقى تركي. بتبتدي من اول طبعا مقاسات. بتبتدي من اول اصغر حاجه اللي هو المقاس ده مقاس 2 لتر. بعد كده حاجه اكبر منه شويه، المقاس ده بيبقى عامل 3.5 لتر، بياخد 3.5 لتر ميه. اسف. ده 5 لتر، بيبقى برضو بياخد 5 لتر ميه. ده اكبر جهاز فيهم. تمام. طبعا المكوه دي تركي. المكوه دي كويسه جدا، استهلاكها برضو تنفع للبيت، تنفع لورشه، تنفع مصنع، تنفع في كل المجالات عموما. بتشتغل معايا على اي طاوله عادي، مش شرط الطاوله بتاعتها، بتيجي زي ما هي كده الكفه بتاعت المكوه بالغلايه. تمام. بالنسبه للاسعار بقى؟ تمام. بتبتدي من اول ال 2 لتر عامله 5000. بعد كده ال 3.5 لتر عامله 5250، وال 5 لتر عامله 7000. المكوه دي تركي مش صيني. تمام. عندنا برضو حاجه مميزه شويه النهارده اسمها جهاز تشطيب. بمعنى جهاز التشطيب ده ايه؟ انت طبعا اي حد بعد ما بيشتغل بيحتاج ان هو يشطب الشغل وينظفه من الفتل اللي فيه والزيادات والوبر والكلام ده لو فيه يعني. فطبعا بيجيب حد يشطب ويعمل الكلام ده كله. فطبعا الجهاز ده نازل النهارده هو هيخليه يغنينا عن التشطيب ده. بمعنى ان الجهاز ده بيبقى شفط وقص مع بعض. بيشفط الحته ويقطع الفتله من الجهاز هنا. فكرتها زي مكنه الحلاقه ولكن مع شفط. الجهاز ده طبعا بيبقى 2 روح، يعني ممكن 2 يشتغلوا عليه. الدراع ده على موتور والدراع ده على موتور. تمام. بقدر كمان ان انا اتحكم في ضغط الهواء بتاع الدراع، يعني نسبه الشفط بتاعه القماش اللي هو الدراع بيشفط بيها بقدر اقللها او ازودها عادي مفيش مشكله. تمام. طبعا زي ما اتكلمنا ان ده 2 روح، يعني ممكن 2 يشتغلوا عليه. بيشفط الزيادات والوبره والفتل والكلام ده بيتخزن لي هنا. بعد كده بروح انا مفضيه خالص. ده بالنسبه لجهاز التشطيب عامل 7800 جنيه. الجهاز ده جهاز تشطيب ماركه VMA 2 روح عامل 7800 جنيه.
ده تمام. طبعا برضو ضماننا وتوكيلنا وصيانتنا، كل الماركات اللي هنا دي بتاعتنا احنا وتوكيلنا احنا. تمام. والضمان ضمان لمده سنتين؟ الضمان سنتين على اي حاجه من عندنا، أي احنا حاجة. سويتك هنا بتدي ضمان سنتين. تمام. طب بالنسبه للعرض ده ساري لحد امتى؟ والله هو العرض ده معمول لحد نفاذ الكميه، يعني ملوش ميعاد محدد. في كميه محدده اول ما بتخلص العرض بينتهي. تمام. البرازر بس هو اللي نزل عليه ضمان سنه، انما اي حاجه تانية بتبقى ضمان سنتين. ماركه برازر ضمان سنه، وطبعا بعد السنه احنا معاكي مفيش اي مشكله. بس الفكره ان بيبقى في خلال فتره الضمان الصيانه بتبقى مجانيه من غير تكاليف. تمام. طبعا بس في معلومه عايزين نوضحها، حته الاسعار احنا الشغل بتاعنا كله بيجي لنا بالدولار، فطبعا النهارده كل يوم في عدم ثبات في سعر الدولار، اذا كانت في السوق السوداء او اذا كان في السوق عموما. فالنهارده السعر انا مش مرتبط بيه ان هو سعر متغير، ممكن النهارده لو الدولار طلع طبعا الاسعار بترفع، لو الدولار نزل طبعا الاسعار بتنزل. فبس عايز تخلي بال حضرتك من الحته دي، ان ممكن السعر اللي هو مثلا احنا متكلمين فيه النهارده ممكن بكره الله اعلم يبقى مختلف. فبس تخلي بالك حضرتك المتابعين من النقطه دي بس. ان شاء الله. خلاص تمام. شكرا لحضرتك. وبكده تكون خلصت جولتنا في معرض سويتك لماكينات الخياطة، ودي طبعا ارقام للتواصل مع المعرض. ويا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تضغطوا لايك واشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.